بص انا هقول لك على حاجه. دايما ماتشات الزمالك مع سموحه بيبقى فيها لغط كتير. انا بما اني زملكاوي ومش زملكاوي هجاص، وزملكاوي انا بقول لك الصح وهقول لك الحق حق والباطل باطل. عايزك تسمع مني الكلمتين دول. هل تعلم ان محمود البنا حكم ماتش البنك الاهلي وحكم ماتش سموحه امبارح؟ وده على لسان جهاد جريشة ان اول مرة في التاريخ حكم يحكم ماتشين لنفس الفريق اسبوعين ورا بعض وماتشين ورا بعض. اركن دي على جنب. النقطة التانية، أنا بما إني زملكاوي وبحب فريقي وأحب دايما إن العدل يبقى سائد، أنا عايز أقول لك على حاجة. أنت هتقولي في ضربة جزاء لحسام حسن على حسام عبد المجيد شده من التيشيرت. والله ضربة جزاء. شوف أنا بقول لك إيه، والله ضربة جزاء. بس أنت قبل ما تتكلم وتجاحش معايا في الكلام وتقول إن في ظلم وإن في محاباة للتحكيم للزمالك وإن في احتواء، ما تيجي تديني حقي وخد حقك. هو انت دلوقتي انت لما شفت حسام حسن ده من اول الماتش، من اول الماتش وهفكرك على حاجه كمان. في ضربه جزاء لحسام حسن في اول الماتش على ياسر حمد، اول كوره بعد 30 ثانيه، والله ضربه جزاء. شده ووقع في الارض. يعني سموحه ليه ضربتين جزاء، وانا زملكاوي بقول لك ليه ضربتين جزاء. بس انت بعد كده سير المباراه حسام حسن بيتلكك وبيمثل في منطقة جزاء الزمالك مرتين، المرتين بإنذارين، يعني ياخد طرد في التمثيل من البداية خالص، ما ياخدش طرد على الكرة اللي هو كان ليه حق فيها في ضربة جزاء. شوف أنا بتكلم إزاي. بص بقى، يبقى إذا أنت لما تديني حقي خد حقك، أنا ما بقولكش لأ. وأنا عمري كزملكاوي ما هكون مبسوط إن أنا يجي لي ضربة جزاء بالزور، أقسم بالله العظيم. امبارح لما الكورة بتاعت أحمد حمدي لما رجعوها بالفار وقالوا ان هي تسلل، انا كنت مقتنع وقلت خلاص طالما ان احنا مش بتاعتنا وشافوها في الفار ماشي. بس انا هقول لك بقى تاني وهقسم لك قسم تاني، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، الكوره بتاعت احمد حمدي اللي لغاها الفار ضربه جزاء، والله العظيم ضربه جزاء. لان الكوره، وانا في فيديو عندي على صفحتي دلوقتي على التيك توك، الكوره اصلا جت في كعب رجل احمد حمدي. يعني اذا هي كانت ضربه جزاء فعليه ما تتلغيش، لان هم كل اللقطات اللي ذاعت الكوره وعرضتها على الفار ان لاعب سموحه شاط الكوره في الاول. فانا لما اتعرضت اللقطه دي انا اقتنعت ان هي فعلا خلاص ده هو اللي كان لامسها الاول. بس الكوره لما اتعادت مره تانية واتعمل عليها زوم اللي هو الفيديو اللي على صفحتي، لقيت ان الكوره اصلا جت في كعب رجل احمد حمدي وطلعت وكأن لاعب سموحه هو اللي لمسها الاول. يبقى اذا يا جماعه، لما تجيلي ضربة جزاء احسبها لي، لما تبقى في ضربة جزاء عليا احسبها. يعني انا مش هقول لك لا، فهي حقي وحقك، خد حقك واديني حقي، احسب عليا وتحسب ليا. ما تبقاش القصة كلها ماشية في اتجاه ان انا في ضربة جزاء للزمالك، شوف الفار وارسم الخطوط غلط وهات من زوايا غلط وما تحسبهاش ضربة جزاء. لا، انا مش هبقى مبسوط بكده. انت لما تظلمني ده مش كويس. نقطة تانية بقى وأنا لازم أتكلم فيها وأتطرق ليها، الخبير التحكيمي أحمد الشناوي. أنا عايز أقول لك بس كلمتين، أقسم بالله القصة بقى مش قصة ضميرك ولا قصة أنت بتنام إزاي ولا قصة. أصل بص، اللي واكل ورث إخواته بينام، واللي بيبقى سارق بينام، واللي بيبقى ناصب بينام، كله بينام. مش هكلمك إن أنت بقى أنت ضميرك مرتاح، سيبك من الضمير، خلاص انتهينا. بس انت الخبير التحكيمي احمد الشناوي اللي عمر ما في حالة تحكيمية كان فيها لغط وجدل للزمالك وحسبها وجه في صف الزمالك ليه، انا ما اعرفش. انت ولادك اللي انا ما اعرفهمش ولا اعرف مناصبهم ولا شغلهم ايه، لما بيشوفوا كلامك ورأيك في الحالات التحكيمية لماتشات الزمالك، ولادك دول بيقولوا عليك ايه؟ يا ترى بيبقوا كده قاعدين ويقولوا يخص عليك يا بابا، ده هي والله كانت ضرب جزاء بس انت ما حسبتهاش يا بابا؟ طب دي مصيبة، دي مصيبة. بس انا هرجع تاني واقول، لان انا قلتها قبل كده عليك انت يا احمد يا شناوي، ان انت هي امكانياتك كده، ما هي امكانياتك كده من ايام انت ما كنت بتحكم. انت بقى لما هتبقى خبير تحكيمي في قناة، هل انت هتبقى يعني فلتة، هتبقى فلوطة؟ انت مش هتبقى فلوطة، انت هتبقى زي ما انت زي ما كنت بتحكم. لان هو ده مستواك وهو ده تفكيرك وهو ده عقليتك
ومستوى ذكائك في تقدير الحالات التحكيميه. فانا مش هطالبك بالاوفر اللي انت تعمله. هو انت مستواك كده، فشكرا ليك يا عم الحاج على ان هو مستواك كده. فانا مش هطالبك ان انت بقى تحكم بالعدل، ولا هطالبك ان انت تبقى منصف للزمالك ولا اي شيء. خليك على اللي انت فيه، وربنا يقدرك على فعل الخير.